السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنبدأ مع بعض شرح منهج الثانوية العامة، بحيث نكون قادرين إن احنا نلم كل النقط الخاصة بالمنهج، نشرح شرح تفصيلي بحيث نفرم كل جزئية حتى أيا كانت صغيرة أو كبيرة. الجرامر بإذن الله بعد ما كان مشكلة كبيرة، من النهارده هيكون أبسط حاجة عندك في اللغة الإنجليزية. هنبدأ مع بعض بالماضي البسيط والماضي المستمر. علشان تتكلم عن الماضي البسيط والماضي المستمر او اي زمن عامه، حضرتك محتاج تركز على النقط الصغيره. ايه هي؟ اول حاجه لازم تبقى عارف شكل الزمن بتاعك او شكل الفعل في الجمله بتاعك يبقى عامل ازاي. وبعد كده تكون عارف المبني المجهول بتاع الزمن عامل ازاي، وتعرف الفعل المساعد، وحضرتك المفروض تعرف الكلمات الداله وبعض الملحوظات واشياء اخرى طبعا زي الاستخدامات بتاعه الزمن. هنبدا مع بعض ناخد جزئيه جزئيه في كل زمن بحيث نقدر نتعامل معاه بشكل كويس. يلا بينا. اول حاجه عند حضرتك هنتكلم عن الباست سيمبل. الباست سيمبل مش موضوع جديد علينا، الماضي البسيط مش موضوع جديد، ولكن انا عايزك تركز مع كل حاجه لانك مش هتسيب فيه ولا نقطه صغيره. اول حاجه الفورم بتاعه او التكوين بتاع الباست سيمبل. اول حاجه عندك انت بتتكلم عن حاجه اسمها التصريف الثاني. يعني ايه تصريف تاني يا ابو حجاز؟ قال لك تصريف تاني هنقسمه لحاجتين. اول حاجه عندنا فعل ريجولار، وريجولار يعني منتظم. الفعل بتاع حضرتك لو فعل منتظم هنعمل ايه؟ ولو فعل irregular فعل غير منتظم هنعمل ايه؟ قال لك لو الفعل بتاعك منتظم في الحاله ديت انت هتضيف للفعل دي او اي دي او اي اي دي، ده لو منتظم. انما لو الفعل بقى غير منتظم قال لك يحفظ، هتحفظه زي ما هو. طيب يعني ايه يا ابو حجاز؟ قال لك دلوقتي انا عندي فعل وليكن زي الفعل live يعيش، ده فعل منتظم، احط له ايه؟ احط له دي. فعل زي الفعل play يلعب، فعل منتظم احط له ايه؟ احط له اي دي، وهكذا. دي افعال منتظمه. لكن افعال غير منتظمه زي الفعل مثلا take الماضي منه took. طيب انا عندي فعل وليكن مثلا زي الفعل سي الماضي منه هيبقى سو، وهكذا. دي افعال ملهاش قاعده ثابته، فمطلوب منك انك تكون حافظها كويس جدا. يبقى انا عندي شكل الفعل اول حاجه هو اسمه التصريف التالي للفعل. طيب بعد ما عرفت شكل الفعل هات لي جمله كده يا معلم اقول لك ايه؟ I visited my uncle yesterday. انا زرت عمي بالامس. ففي الحاله ديت فين يا عم الماضي؟ اهو فيزيتد. يبقى اول نقطه عندي بالنسبه لي انا محتاجه منك انك تكون عارف شكل الفعل، لان انت دلوقتي لو بتتكلم في الماضي البسيط بس او الباست سيمبل بس قدام هتتكلم مع زمنين وثلاث ازمنه، هتبقى عندك اكتر من زمن. فلما يبقى عندك اكتر من زمن انا عايزك تعرف تفرق بين الازمنه ديت كل زمن لوحده. طيب يبقى اول حاجه عرفنا يبقى ده اسمه التصريف التاني. طب ده اسمه معلوم ولا مجهول؟ قال له ده اسمه معلوم. يعني ايه معلوم؟ يعني الجمله بتاعتك بادئه بالسبجكت بالفاعل. يبقى لو الجمله بتاعتي بادئه بسبجكت اللي هو الفاعل اللي عمل الفعل يبقى الجمله بتاعتي اسمها جمله معلوم. طيب اما لو الجمله يا ابو حجازي بدات بمفعول يبقى الجمله دي ايه؟ قال لك باسيف. يعني ايه باسيف؟ يعني جمله مجهول. ازاي؟ وريني. قال لك والله انا عندي صيغه اسمها صيغه الباسيف، والباسيف ده لما بتيجي تتعامل معاه فكرته بسيطه جدا. قال لك المبني المجهول معناه ان انت هتبدا بالاوبجكت، واوبجكت يعني مفعول. طب وبعدين يا عم بدات بالمفعول. ليه بدات بالمفعول؟ قال لك انا ببدا في المبني المجهول بالمفعول لان المفعول اهم من الفاعل، او لان الحدث اللي تم اهم من اللي عمله. يعني ايه؟ يعني انا اقول لك ان الكرسي اتكسر اهم من ان علي اللي كسره، اقول لك ان التليفون اتصلح اهم من ان فلان صلحه. يعني الحدث اللي تم هو اهم من مين اللي عمله او الفاعل بتاعه. فبالتالي اقول لك انا هبدا بالمفعول، هجيب بعده was aware اللي هو المبني المجهول واخد بالك او الفيرب تو بي في الماضي البسيط، ثم هختم بالفعل بتاعي بالتصريف الثالث. ممكن في الاخر اجيب باي زائد السبجكت اللي هو الفاعل، وممكن استغنى عنها عادي على حسب احتياجك في الجمله. طيب هو انا جايب الصيغه دي من ايه؟ من عندنا البيت؟ قال لك لا، الصيغه دي جايه من حاجه بسيطه جدا الا وهي قال لك الصيغه العامه. انا هعرفك الصيغه العامه دي واجب مني. قال لك انا هجيب المفعول، الصيغه العامه عباره عن مفعول بلس هتجيب بعدها الفيرب تو بي بشكل عام
ثم التصريف الثالث. دي اصل دي، واصل اي صيغه مبني المجهول هنجيبها واحنا شغالين مع الازمنه، يعني اي زمن هنجيب منه مبني المجهول هنجيبه من الصيغه دي. عندي المفعول ده ثابت، وعندي التصريف الثالث ده ثابت، كده كده في اي زمن موجودين. مين المتغير؟ قال لك المتغير هو الفيرب تو بي. الفيرب تو بي ده ليه اشكاله. طب ايه هي اشكال الفيرب تو بي؟ قال لك الفيرب تو بي دوت لو حضرتك بتتعامل مع اللهم صل على النبي، لو حضرتك بتتعامل مع الماضي فانت هتجيب لي ووز او وير. طب لو بتتعامل في المضارع هتجيب لي ام او از او ار. طيب حضرتك لو بتتعامل مع زمن عايز الفعل في المصدر، حاضر من هنا الاثنين هجيب له بي. طب انا بتعامل مع زمن مستمر هجيب مين؟ قال لك والله هتروح تجيب لي بينج، تلاقي ان جي علامه الاستمرار. طب خلاص بص بقول لك ايه بقى، انا عايز اجيب زمن تام، فالازمنه التامه علامتها مين؟ بين، اللي هو التصريف الثالث من الفيرب تو بي. يبقى اذا دي اشكال الفيرب تو بي اللي انا هتعامل معاها طول الازمنه اللي جايه. طيب دلوقتي حضرتك انا كنت بتكلم في الماضي البسيط، فرحت جبت المفعول، اتفقنا ان المفعول ثابت، ورحت جبت التصريف الثالث، التصريف الثالث ثابت. مين المتغير؟ هو الووز والوير او الفيرب تو بي. طب الفيرب تو بي دوت انا جايب هنا، قال لك انا بتكلم في الماضي البسيط، هجيب الماضي من الفيرب تو بي، رحت جبت ووز ووير، يبقى دي الصيغه بتاعت المجهول بتاعتي في المبني المجهول مع الماضي البسيط. تعال نجيب مثال. ماي فون، التليفون بتاعي، ووز فون مفرد فجبت ووز مفرد، فيكسد يستردي. يعني ايه الكلام ده؟ التليفون بتاعي صلح بالامس، تم تصليحه، فبالتالي التليفون بتاعي عندي هنا مفعول، في الحاله ديت رحت جبت مبني مجهول فجبت مفعول ووز وير تصريف تاني. طب صلي على النبي، انا دلوقتي واحد قاعد بحل في الامتحان او قاعد بحل اي جمله، اتعامل ازاي؟ هكتب جمله ونشوف ازاي نتعامل. يقول لك مثلا كده our car، وليكن نقط by the mechanic. يقول لك العربيه بتاعتنا ايه بواسطه الميكانيك. قال لا صلي على النبي. دلوقتي انا عايز احط الفعل فيكس، فهتلاقيه جايبك في الاختيارات فيكس او فيكسز او فيكسد او ووز فيكسد مثلا. اتعامل ازاي؟ قال لك حضرتك وانت بتتعامل مع جمله زي ديت مطلوب منك حاجات بسيطه. رقم واحد، هتحدد لي الشكل بتاع الفاعل ده او المفعول ده، ده فاعل ولا مفعول؟ هتقول لي الاسم ده موقعه ايه؟ انا هقول عربيتي صلحت بواسطه الميكانيكي ولا تم تصليحها بواسطه الميكانيكي؟ تم تصليحها، يبقى كده محتاج مبني مجهول، فبالتالي اروح اجيب مبني المجهول اللي هو ووز فيكسد وهكذا. يبقى انت دورك كله مبدئيا لحد دلوقتي ان انت هتحدد لي هل الفاعل ولا المفعول اللي بادئ الجمله. لو فاعل فانت بتتعامل مع جملتها عادي تجيب تصريف تاني. طب لو مفعول قالك لا، لو مفعول نجيب مبني مجهول، يبقى مفعول ووز او وير تصريف تاني. تعالى نتنقل للنقطه اللي بعد كده. قالك بعد كده انا عايز اتكلم مع حاجه اسمها الهيلبنج فيرب. يعني ايه هيلبنج فيرب؟ يعني الفعل المساعد. يعني ايه فعل مساعد؟ قال لك الفعل المساعد ده حضرتك هو الفعل اللي هتستخدمه عشان تنفي الجمله، واللي هتستخدمه علشان تكون بيه سؤال، سواء بسؤال بهل او سؤال باداه استفهام. تقول لي ده شغل اعدادي، ده اقول لك ايوه حصل، احنا واخدين الكلام ده في اعدادي، ولكن لو انت مش عارفه دلوقتي فانت في مشكله كبيره، لو انت عارفه فانت بتاكد عليه. يلا بينا. قال لك انا عندي الفعل المساعد في الماضي البسيط هو عباره عن did. طيب did دوت احنا اتفقنا نستخدمه في نفي اللي هو النيجاتيف، وهستخدمه في السؤال اللي هو question. طيب انا عندي بقى يا معلم انفي ازاي؟ قال لك طبعا حضرتك هتبدا الجمله بتاعتك بالسبجكت اللي هو الفاعل، فهتجيب بعد الفاعل didn't، ثم هتجيب لي انفينيتيف. مين الانفينيتيف ده؟ اللي هو الفعل في المصدر، فعل بدون اي اضافه. مثال ابو حجازي، حاضر من انا الاثنين اقول لك كده I didn't go to the club yesterday. يعني ايه؟
انا لم اذهب للنادي بالامس. فين يا عم النادي بتاعك يا عم؟ اقول لك ادي ديد ومعاها نوت ان وصرف تي. جه بعدها الفعل في المصدر، تقول لي انت هتشتغلني. هو ازاي انت جيب لي الفعل في المصدر مع ماضي بسيط؟ فين التصريف الثاني؟ انت لسه من شويه قايل لي هو الماضي البسيط عباره عن التصريف الثاني. قال لك التصريف الثاني بتاعك هو ديد. اصلا ديد ديت ماضي تصريف ثاني، وديد دي من عيله اسمها عيله الفيرب تو دو، اللي هو دو داز وديد. يبقى ديد دي مصدرها مين؟ دو. جدع. طيب يبقى دي مصدرها دو، والتصريف الثاني منها مين؟ ديد. جبتها خلاص. يبقى انا كده معايا التصريف الثاني اهو. طيب الفيرب تو دو بقى اللي انا لسه قايله كله دوت بيجي كله بعد الفعل في المصدر، فعشان كده رحت جبت الفعل في المصدر. يبقى انا مش جايب الفعل في المصدر دوت يعني من مزاجي كده، لا، عشان الفيرب تو دو اللي هو دو وداز وديد بيجي بعدهم الفعل في الايه؟ في المصدر. طيب تعالى ما نكمل. طب ده بالنسبه للنفي ابو حجاز. ايه اللي بعد كده؟ قال لك انا عايز اعمل سؤال بهل. قال له وريني. قال لك السؤال بهل اللي هو جت تو بيس او نو، هتبداوا بالفعل المساعد بتاعك اللي هو ديد. حاضر يا باشا. بلس هنجيب بعده ايه؟ قال لك هتجيب بعده السبجكت. يعني ايه سبجكت يا ابو حجازي؟ يعني فاعل. طيب بعد ما جبت السبجكت قال لي هتجيب لي الانفينيتيف اللي هو الفعل في الماضي. طب ليه يا عم جبت الانفينيتيف يا عم؟ قال لك انا جبت الانفينيتيف عشان لسه قايل لك من شويه ان ديد ده اهي بيجي بعدها الفعل في المصدر. فاذا اللي بيحدد شكل الفعل بتاع الجمله هو الفعل المساعد. يبقى لو عندي ديد شرط اساسي يكون عندي الفعل في الايه؟ في المصدر. هات لي مثال. اقول لك مثلا وليكن did you travel to Alex last week؟ هل انت محترم سافرت الى الاسكندريه الاسبوع اللي فات؟ فين يا عم؟ ادي ديد، ثم جبت السبجكت اللي هو الفاعل، ثم جبت الفعل في الايه؟ في المصدر، ثم كملت الكلام بتاعي والعلامه الماضي عندي last week. طيب هو السؤال عندي هل بس؟ قال لك لا، السؤال ممكن عندي يكون سؤال باداه استفهام. طب ما تبدا لي سؤال باداه استفهام كده. قال لك انا هبدا السؤال بتاعي باداه الاستفهام زي مين يا ابو حجازي؟ قال لك اداه استفهام عند حضرتك زي وات، وير، وين، هاو. اي اداه استفهام ممكن تخطر على بالك، ممكن تيجي مع اي زمن. قال لك حاضر هجيب اداه استفهام، اجيب بعدها ايه؟ قال لك هات لي بعدها الفعل المساعد. ديد يعني هات ديد. حاضر ادي ديد. طب اجيب ايه بعد كده يا عم؟ هات السبجكت اللي هو الفاعل من عينيا، ادي السبجكت. بعد كده اجيب مين تاني يا عم؟ قال لك والله هجيب لي بعدها الفعل في المصدر. طب ليه مصدر يا ابو حجازي؟ قال لك هتجيب مصدر عشان ديد تاخد فعل في المصدر. هات مثال عيوني. اقول لك ايه؟ وات did you study yesterday؟ ماذا ذاكرت بالامس؟ انت ذاكرت ايه يا عم؟ فانت دلوقتي جبت لي ايه؟ جبت لي اداه استفهام ادي وات، ثم عملت ايه يا معلم؟ والله ثم رحت جبت الفعل المساعد بتاعي اللي هو ديد. طب وبعدين جبت الفاعل. جدع. وبعدين جبت الفعل في المصدر. ليه فعل في المصدر يا محترم؟ قال لك فعل في المصدر. ليه جبت فعل في المصدر؟ قال لك جبت فعل في المصدر علشان ديد بتاخد فعل في الايه؟ في المصدر. فبالتالي حضرتك وانت بتتعامل مع الجزئيه ديت شرط اساسي ان انت تكون مجمع ترتيب الكلمات، بالاضافه تكون عارف كويس الفعل المساعد، بالاضافه تكون عارف شكل الفعل بتاع الفعل المساعد ده ايه. فانا بتعامل مع ديد بشكل الفعل بتاعها مصدر. طيب تعال نخش على النقطه اللي بعدها. قال لك ايه؟ قال لك والله حضرتك انت دلوقتي عرفت شكل الفعل عامل ازاي، وعرفت يعني ايه مبني مجهول، وعرفت يعني ايه فعل مساعد، وعرفت تنفي، وعرفت تكون سؤال. دور بقى على مين؟ اليوسج، الاستخدام. امتى هستخدم الكلام ده كله اصلا؟ يعني انا امتى امتص في دماغي واروح اجيب ماضي بسيط؟ قال لك تعالى ما اقول لك. قال لك والله لما تيجي تتعامل مع الماضي البسيط فانت عندك استخدامات متنوعه. قال لك والله اليوسج بتاعنا رقم واحد ان الماضي البسيط بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي. يعني ايه يا ابو حجازي؟ يعني حاجه انت عملتها وخلصتها، حاجه خلصت انتهت. هات لي مثال عيوني. اقول لك ايه؟ I وليكن مثلا ايه؟ fixed my car yesterday. انا صلحت العربيه بتاعتي بالامس. انا اللي صلحت، انا فاهم، خلي بالك.
فجبت التصريف الثاني، يبقى اي فيكسد ماضي بسيط. عندي يا اسطى دي دليل على الماضي، يبقى كده العربيه اتصلحت وخلصنا، يبقى العربيه تم تصليحها وخلصت، فبالتالي فعل التصليح انتهى، فجبت ماضي بسيط. طب قال لي هات لي استخدام تاني، اقول له عيوني. قال لك الماضي البسيط رقم 2 بيعبر عن السيرة الذاتية مع كلمة فور زائد مدة. لا 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 والنبي ما تدخليش السلوك في بعضها. أنا خدت في أولى وثانية ثانوي إن فور ومدة بتيجي مع زمن اسمه زمن المضارع التام. ماشي، إيه مشكلته؟ قال لك أنت جايب لي فور ومدة مع زمن اسمه الماضي البسيط. قال لك تعالى أما أقول لك حاجة. قال لك الفيصل عند حضرتك عشان تفصل ما بين الماضي البسيط والمضارع التام ان الماضي البسيط الفعل بتاعه خلص انتهى، لكن المضارع التام الفعل بتاعه ما زال شغال، ما زال مستمر. يعني ايه؟ هات مثال عيوني. قال لك بص، انا هتعامل دلوقتي حضرتك مع فور مده مع الماضي البسيط. غير اللون، يلا بينا. اقول لك مثلا ايه؟ I worked as a driver. انا اشتغلت كسواق for 5 years لمدة 5 سنوات. يقوم حاطط لك نقطة يقول لك ايه؟ now دلوقتي I am a worker. دلوقتي انا هكون ايه؟ عامل، وليكن مثلا ايه؟ in a factory. انا عامل في مصنع. واحد الله. قال لك دلوقتي وانت بتتعامل انت رحت جبت لي worked ماضي بسيط، هل عندك سبب؟ قال لك اه. قال لك ايه سببك مع ان عندك فور ومده؟ قال لك والله السبب بتاعي ان فعل الشغل كدرايفر سواق انتهى. شو قال لك؟ انا اشتغلت كسواق؟ اه. قال لك فعل الشغل كسواق انتهى. عرفت منين؟ من الجمله الثانيه. قال لك ناو دلوقتي I am a worker in a factory. دلوقتي انا شغال عامل في مصنع. يعني شغلك كسواق اصبح ايه؟ اصبح شيء من الماضي. طالما اصبح شيء من الماضي فانا بجيب ماضي ايه؟ بسيط. مثال تاني، اجيب لك مثال تاني، اقول لك ايه مثلا؟ I used to وليكن مثلا ايه؟ play chess when I was young. لما كنت صغير. طب بعدين يا عم قال لك but now I نقط. معناها الجملة ايه؟ أنا كنت متعود ألعب شطرنج عندما كنت صغيرا، ولكن دلوقتي أنا لا ألعب. يعني أنا إيه؟ أنا لا أفعل. فجملة إزاي؟ أقول لك I but now I don't. أنت هتلخبط. قال لك لا، مش هو كان بيعمل في الماضي؟ قلت له اه. طب دلوقتي لا بيعمل ولا ما بيعملش؟ لا دلوقتي ما بيعملش. فرحت جبت مين يا محترم؟ نفي. طيب ما صلي على النبي. قال لك هات لي مثال تالت. أقول لك كده إيه؟ I used to be fit but now I نقط. بيقول لك انا اتعودت ان انا اكون لائق بدنيا. زمان كنت انا لائق بدنيا، طب دلوقتي لا خلاص يا باشا ما بقتش لائق بدنيا. طب اقولها ازاي؟ قال لك I used to be fit but now I am not. لا 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 لا. يعني انت شغال لي دو جاي هنا تقول لي ام؟ اقول لك اه. طب هات كمان واحده وبعد كده فسر لي يا ابو حجازي انت اشمعنى هنا جبت دو واشمعنى هنا جبت ام؟ اقول لك حاضر عينيا الاثنين. يجي يقول لك كده I didn't use to be fat but now I نقط. تعمل ايه هنا بقى محترم؟ قال لك والله بيقول لك ايه؟ انا ما كنتش متعود ان اكون تخين، ولكن دلوقتي انا ايه؟ انا بكون تخين. يعني هتقولها ازاي؟ but now I am
كده يا باشا احنا محتاجين وقفه علشان ما نتخانقش مع بعضينا. يعني ايه يا ابو حجازي؟ قال لك دلوقتي لما جيت تعبر عن العاده استخدمت لي يوزد تو على عيني وعلى راسي، ولما جيت تنفي استخدمت لي didn't برضه على عيني وعلى راسي. بس لما جيت تعبر عن الحاضر لما جبت ناو استخدمت لي حاجتين. مين هما الحاجتين دول؟ استخدمت لي الفيرب تو دو اللي هو بيكون عباره عن مين في المضارع بقى؟ دو او داز. لو انا كنت بادئ بهي او شي هنا كنت جبت داز مثلا. طيب قال لك واستخدمت لي برضه الفيرب تو بي اللي هو بيكون عباره عن ام او از او ار في المضارع. اشمعنى هنا جبنا دو بقى اللي هو الفيرب تو دو، وهنا جبنا ام اللي هو الفيرب تو بي؟ قال لك حضرتك الفيصل عندك دايما هيكون الفعل اللي جاي بعد يوزد تو، اللي هو هنا جيت اب، اللي هو هنا بلاي، اللي هو هنا بي، واللي هو هنا بي. قال لك لو الفعل بتاعك اللي جاي بعد يوزد تو حاجه بتفعلها هتجيب لي الفيرب تو دو. حاجه بتفعلها يعني حاجه بتعملها، تمام؟ هتجيب لي الفيرب تو دو اللي هو دو او داز. بعد ناو تجيب لي دو او داز على حسب الفعل. طيب لو جاي بعد اليوزد تو الفيرب تو بي او حاجه بتكونها زي الفعل بي يكون، او جاي لك باختصار بعد الفيرب تو بي او جاي لك بعد يوزد تو كلمه او صفه هي اللي جاي بعد يوزد تو. يعني يجيب لك فات، تول، سمول، شورت وهكذا. يجيب لك صفه يعني جنتل، بيوتيفول، اولد. جاي لك اي صفه بعد يوزد تو في الحاله ديت هتروح تجيب لي مين؟ الفيرب تو بي. لذلك هنا لما قال لي بلاي يلعب رحت جبت فيرب تو دو، لان يلعب دي حاجه بعملها يبقى اجيب دو يفعل. طيب لما جاب لي يصحى او يستيقظ رحت جبت دو اللي هي حاجه بعملها، حاضر. طب لما جاب لي فت لايق بدنيا وجاب لي فات تخين او سمين رحت جبت ام. طب ليه ام؟ عشان السمنه والتخن والحاجات دي حاجه بكونها يكون، فرحت جبت الفيرب تو بي عندي هنا في الجمله. تمام؟ ده بالنسبه للجزئيه دي. طب تعالى ننتقل لجزئيه ثانيه في التعبير عن العاده. ايه هي الجزئيه الثانيه؟ قال لك والله انا عندي تعبير اسمه نو لونجر. الجمله بتاعته دايما بتبدا بالسبجكت اللي هو الفاعل. طب جبنا الفاعل وجبنا نو لونجر، هتجيب لي بعده ايه؟ هقول لك. وقال لك برضه انا عندي تعبير تاني اسمه اني مور واخوه اسمه اني لونجر. ما تلخبطناش بقى. قال لك حاضر عينيا الاثنين. قول لي القاعده بتاعتهم ايه؟ قال لك والله لما تيجي تتعامل مع نو لونجر هتجيب لي بعدها مضارع بسيط. مضارع بسيط يعني ايه؟ قال لك مضارع بسيط يعني مع الفاعل المفرد هنحط الفعل بتاعنا في اس او اي اس او اي اس، ومع الفاعل الجمع قال لك لو جايب اي او جايب جمع في الحاله ديت انت هتجيب لي بعده الفعل في الماضي. ده اسمه مضارع بسيط. يا عم احنا بنتكلم في الماضي. ايه اللي جاب المضارع دلوقتي؟ ما تلخبطناش. قلت لك اتقل على رزقك، لما تعرف معناهم هتعذرني. قال لك طب اني مور واني لونجر بيجي قبلهم مين؟ قال لك حاضر. طب انت حاطوني في اخر الجمله خالص كده. قال لك هتبدا برضه بالسبجكت بالفاعل. حاضر يا عم يا فرحتي. هتجيب بعده مين؟ قال لك هتجيب لي بعده دونت. حاضر. هتجيب لي بعده doesn't. عينيا. ثم هتجيب بعده الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر. طب ما ده مضارع بسيط برضه وحجازي. ما اشتغلناش بقى. قال لك بص no longer معناها لم يعد. no longer معناها لم يعد. any longer و any more معناها بعد الآن. يعني ايه يا عم؟ عايز ايه يعني؟ لما اقول لك انا ما بقتش العب كوره مش ده معناه ان انا كنت بلعب كوره؟ لما اقول لك انا لا العب كوره بعد الان مش ده معناه ان انا كنت بلعب كوره في الماضي؟ يبقى اذا انا بنفي صيغه الفعل في الحاضر، ده بينسبه لاني كنت بعمله في الماضي. يقول لك انا ما بقتش ادخن
معناه ان انا كنت بدخن. انا لا ادخن بعد الان معناه ان انا قبل الان كنت بدخن. يبقى اذا الصيغتين دول هيعبروا عند حضرتك على عاده في الماضي، ولكن طريقه الكلام والنطق والكتابه بتكون في زمن المضارع. هات لي مثال اقول لك كده اهو: I no longer smoke، يعني انا لم اعد ادخن. هياها I don't smoke any more. طب ايه رايك بقى ان هياها I used to smoke، انا اعتدت ان انا ادخن. طب يا ترجم كده: I no longer smoke، انا لم اعد ادخن. انا لم اعد، هنا بقى انا I don't smoke، انا لا ادخن anymore بعد الان. طب هنا انا اعتدت ان ادخن في الماضي ودلوقتي ربنا تاب عليا ما بقيتش ادخن. يبقى الثلاثه هيدوني نفس المعنى ونفس الهدف مع اختلاف الصيغه، والمعنى هو ان انا كنت بدخن قبل كده بس دلوقتي ربنا تاب عليا ما بقيتش بدخن. ده بالنسبه للعاده في الماضي مع الماضي البسيط بصوره المختلفه. طيب فاضل صوره واحده للعاده في الماضي هقولها لك، بس هي لسه هتقابلنا في الوحدات اللي جايه، بس هقولها بالمره. ايه هي الصيغه دي؟ اقول لك في الحته الصغيره دي. قال لك انا عندي هتجيب لي السبجكت بتاعي اللي هو الفاعل، ثم هتجيب بعده الwould زائد الانفينيتيف زائد الفعل في المصدر. يعني would والمصدر تعبر عن العاده في الماضي ولكن ليها شويه طقوس صغيرين. ايه هي الطقوس دي يا عم؟ قال لك الطقوس بتاعت would الا وهي: اول حاجه لا تاتي في النفي. لو هتعبر بwould بعد العاده ما تستخدمهاش في النفي. لا تاتي مع افعال الحاله. يعني حضرتك افعال الحاله اللي هي افعال التملك والمشاعر والعواطف والكلام ده كله والتفكير والاعتقاد افعال الحواس لا تاتي مع would. يبقى اذا افعال الحاله وفي النفي ما ينفعش اجيب would. طب ما تجيش مع مين تاني؟ لا تاتي في السؤال للتعبير عن عاده. يبقى اذا انا عندي would دي معقده، عندها نفسنا من جوه. قال لك اولا انا ما اجيش في نفي، عينيا. ثانيا ما تجيبنيش مع فعل حاله، حاضر. ثالثا ما تحطنيش في سؤال. يبقى انت كده عندك 3 شروط لwould. طب used to كان عندها الشروط دي؟ لا. used to open minded، منفتحه، ما عندهاش اي مشكله، بتيجي مع كل حاجه. لكن دول لا، would لا، would بتقف عندها 3 شروط علشان ترتبط بيها. طيب تعال نجيب مثال على would. اقول لك ايه؟ when، غير اللون بقى. when I was young، لما انا كنت صغير. عملت ايه يا عم لما كنت صغير؟ I would walk to school، انا كنت بمشي وانا رايح المدرسه. طب تعالى ما نجرب بقى حاجه كده نحطها على نعمل لها اختبار كده. هل عندك نفي؟ لا. هل عندك فعل حاله؟ لا، انا عندي الفعل ووك يمشي، فعل حركه بياخد وقت، يبقى ما عنديش فعل حاله. تمام. هل هنا في سؤال؟ لا، دي جمله عاديه. اذا وجود would هنا قانوني ومحدش يقدر يكلمك. would صح، ما عندكش اي مشاكل. يبقى لحد دلوقتي انت فرمت الجزء بتاع العاده دوت من اوله لاخره بكل تفصيله صغيره فيه. كل اللي مطلوب منك تحل، ففي الفيديو الجاي يبقى في حل. خلي بالك، صلي على النبي. ده بالنسبه للعاده في الماضي. انا عايز اوديك ايه ده؟ ارجع تاني زي ما كنا. انا عايز اوديك فين يا محترم؟ عند حاجه اسمها الماضي الغير حقيقي.
ايه الماضي غير حقيقي ده يا ابو حجازي؟ قال لك ال unreal past. يعني ايه unreal past؟ يعني الماضي الكاذب. لا، ماضي كاذب كنت فاكره محترم طلع كذاب. قال لك انا عندي ماضي كذاب عباره عن مين؟ ليه صيغ معينه. مين هي الصيغ بتاعته؟ قال لك تجيب لي صيغه اي ويش، عيني، ايد رازر، حاضر، اتس تايم، شغال. ايه كمان يا عم؟ قال لك تجيب لي كلمه زي كلمه سبوز. فاكرين سبوز؟ سبوز يعني يفترض. ايه سبوز؟ طيب ايه كمان؟ كلمه زي كلمه اف اونلي. اثبت عندك. تعمل معايا ايه يا معلم؟ قال لك لو شفت لي الصيغ دي كلها فانت مطالب منك تعمل خطوه مهمه. ايه هي الخطوه المهمه؟ قال لك والله حضرتك مطالب منك ان انت تستخدم لي بعدهم ماضي بسيط في حاله ان انت بتتكلم عن الحاضر. ما تعكليش الدنيا، اتقل. يعني ايه ماضي كذاب؟ تبقى قاعد معايا كده تقول لي ايه؟ يا سلام لو معايا مليون جنيه. طب انت معاك مليون جنيه؟ لا. يبقى اذا ده انت لا تمتلك الشيء. انت كنت لو معاك مليون جنيه كان هيجيلك من الماضي، مش هيجيلك في الحاضر دلوقتي. يبقى اذا دلوقتي وانت بتتكلم هتيجي تقول لي لو كانت يا سلام لو انا ساكن في الفيلا دي. طب انت ساكن في الفيلا دي؟ لا. يبقى اذا ده يعتبر ايه؟ ماضي غير حقيقي. فاعبر عنه عشان اعبر عن الاستحاله بصيغه الماضي، فبجيب ماضي بسيط بس شرط عدم وجود دلاله على الماضي في الجمله. يبقى انا هجيب بعد الصيغ اللي قدامي دي كلها فان هو السبجكت كان زائد ماضي بسيط بس بشرط. ايه هو الشرط؟ عدم وجود دلالة على الماضي. يعني الجملة بتاعتك لو فيها yesterday ago last in the past in وسنة في الماضي هجيب ماضي بسيط؟ لا. يبقى انا بجيب الماضي البسيط لمجرد ان انا شفت الاشكال ده اهي بس. طب ما تجيب لي مثال؟ عيني. اقول لك كده I wish I had this villa. بتمنى لو كنت امتلك هذه الفيلا. طب انت بتمتلكها؟ لا، لذلك اسمه ماضي غير حقيقي. يبقى اذا انا عندي هنا بعد I wish ممكن تشيل I wish دي تحط لي suppose، تحط لي if only، تحط لي I'd rather. اهم حاجه هتجيب لي ماضي بسيط بشرط مع عدم وجود دلاله على الماضي. يعني الجمله دي لو اخرها yesterday الماضي البسيط ينفع؟ لا ما ينفعش. هناخدها في الوحده الثانيه بقى لو جاي بعدها ماضي بسيط يبقى تعبر عن ايه؟ ولا اقول لك طب ما تيجي اقول لك دلوقتي. تعال صلي على النبي. قال لك لو انت عندك نفس اللي انا لسه قايله من شويه دول اللي هم مين؟ اي ويش ورازر اللي هي ايد رازر، وعندك كلمه سبوز، وعندك كلمه اتس تايم، واف اونلي. واحد الله صلي على سيدنا محمد. قال لك لو عندك الصيغ ديت وجاي لك يا محترم بعدها دلاله على الماضي، يعني جاي بعدها مثلا حاجه زي yesterday، حاجه زي last، حاجه زي ago، حاجه زي in the past، حاجه زي اي حاجه من الحاجات دي، هتعمل ايه يا معلم؟ قال لك هتجيب لي السبجكت اللي هو الفاعل، ثم هتجيب مين يا محترم؟ قال لك هتجيب لي كلمه had زائد التصريف الثالث، وده اسمه الماضي التام. ماضي تام هات تصريف ثالث لو عندي دلاله على الماضي. طب ليه؟ قال لك لاني بعبر عن حاجه اسمها الاستحاله. يعني ايه؟ حاجه لا تحدث او مستحيل انها تحدث دلوقتي حالا او انها تكون حدثت،
فلما بتيجي تعبر عن الاستحاله بننزل درجه بالزمن، عشان نعبر عن الاستحاله. فبجيب ايه يا محترم؟ لو بتكلم عن حاجه استحاله في الحاضر اجيب ماضي بسيط. طب لو انا بتكلم اصلا عن استحاله في الماضي، هات ماضي تام، الزمن الاقدم، الماضي الاقدم. يبقى باختصار لو انت بتتكلم بدون وجود دلاله على الماضي هتجيب ماضي بسيط. طب لو عندي دلاله على الماضي هجيب ماضي تام، لان عشان امشي بقاعده ان انا بنزل بالزمن درجه عشان اعبر عن الاستحاله، لان الفعل لم يحدث، الفعل لم يتم. فبالتالي هات لي مثال، هجيب لك نفس المثال اللي كنت بتكلم فيه من شويه، اقول لك ايه؟ I wish I had، جبت هاد الاولانيه، هجيب التصريف الثاني بقى، I had this villa last year. بتمنى لو كنت امتلكت الفيلا ديت السنه اللي فاتت. الله، يعني انت كده بتتكلم عن استحاله في الايه؟ في الماضي. فاذا فين الماضي بتاعك؟ ادي لاست. طب عملت ايه يا عم لما لقيت لاست يا عم؟ لما لقيت لاست نزلت درجه بالزمن، جبت هاد زمن الماضي تام. فلما رحت جبت ماضي تام الجمله بتاعتك اتوزنت يا محترم، مبقاش عندي فيها اي مشكله. طب صلي على الحبيب. قال لك ايه؟ قال لك دلوقتي انت اتكلمت عن الماضي الغير حقيقي واتكلمت لي عن فكره الاستحاله. طب ما تجيب لي فكره كمان ان الاستحاله صغيره قد كده، صغيره خالص. قال لك فاكر حضرتك حاجه اسمها اف الشرطيه؟ انا عايز بقى تتكلمي عن اف الحاله الثانيه. اف الحاله الثانيه بيجي بعدها ماضي بسيط، بما اننا بنتكلم عن الماضي البسيط. طيب الجمله الثانيه بتاعتها هيبقى زمانها ايه؟ قال لك هتجيب لي في الجمله الثانيه would زائد الفعل في المصدر. ففين يا عم الاستحاله في الكلام ده؟ تعالى اقول لك عليه. تقول لي كده ايه؟ if I were you. if I were you يعني ايه؟ لو كنت مكانك. هو انا ينفع ابقى مكانك؟ لا، يبقى دي استحاله. طب عملت ايه عشان تعبر عن الاستحاله؟ جبت لي فاعل مفرد، مش اي تاخد وز، جبت لي معاه فعل جمع اللي هو وير. كنا بنقول لك if he were you، مش هي مفرد؟ قال لك هي مفرد بس انا بعبر عن استحاله، هو ينفع هو يبقى مكانك؟ لا، يبقى اذا بجيب معاه فعل جمع. if I were you I would study hard. لو انا كنت مكانك كنت هذاكر بجد. طب ينفع ابقى مكانك؟ لا. اذا طبعا ما ينفعش ابقى مكانك. في الحاله ديت انا رحت جبت فاعل مفرد بياخد وزن المفروض، جبت معاه فعل جمع اللي هي وير، يبقى دي عبرت عن الاستحاله. يبقى انا عندي طريقتين للتعبير عن الاستحاله. اول حاجه تعبر لي وانت في الحاضر بالماضي. الطريقه الثانيه تجيب لي فاعل مفرد مع فعل ايه؟ مع فعل جمع. ان شاء الله يكون الموضوع ايه؟ قدرت تلمه على قد ما تقدر يعني. وحد الله، لا اله الا الله. كده احنا بنتكلم عن الماضي البسيط. ذاكره كويس وسجله عندك، وسجل كل الملحوظات اللي اتكلمنا فيها ديت قبل ما نخش على الماضي المستمر اللي هتكلم فيه دلوقتي. بيقول لك ايه الماضي المستمر؟ قال لك والله بقى نبدا بقى موضوع جديد خالص. الماضي المستمر. علشان تعمل مع الماضي المستمر الموضوع يبقى اسهل بقى، انت خلاص اتعودت على الماضي البسيط فعرفت الخطوات ايه، فهننفذها بالملي على الماضي المستمر. فاول حاجه هنتكلم عن الفورم، والفورم اللي هو اتفقنا عليه اللي هو شكل الفعل. طبعا الجمله بتاعتك في المعلومه هتبدا بالسبجكت اللي هو الفاعل، ثم هتجيب بعده بقى مين يا محترم؟ هتجيب بعده was aware، ثم هتجيب الجيراند اللي هو الفعل في اي ان جي. وخلي بالك ان علامه الاستمرار هي الفعل في اي ان جي. طب تعال هات لي مثال روح جاهز، يلا بينا. اقول لك ايه؟ I was playing football yesterday morning. انا كنت بلعب كوره امبارح الصبح. فبالتالي حضرتك هنا عبرت لي عن الماضي المستمر باستخدام ادي السبجكت الفعل،
ثم الووز والفعل في اي ان جي وكملت الجمله بتاعتك عادي خالص مفيش مشكله. طيب ما تيجي نجرب نعمل حاجه ثانيه، ايه هي الحاجه الثانيه دي؟ قال لك ما تيجي نجرب نعمل الباسيف. وقلنا باسيف يعني مبني المجهول، يعني هيبدا بالمفعول، فهتبدا لي بالاوبجكت اللي هو المفعول، ثم هتجيب بعده ووز او وير. لا اتقل بقى بالراحه عشان ما ندخلش السلوك في بعضها. انت قلت ووز او وير بتاعت الماضي، طب ما انا بتكلم في الماضي، فاذا عادي ووز او وير ماضي. طب بس فين المستمر؟ قال لك هتجيب لي علامه الاستمرار. قلنا علامه الاستمرار مين؟ الفعل في اي ان جي، فهات لي الفعل في اي ان جي من الفيرب تو بي، بقت بينج. يبقى مفعول ووز او وير بينج، ثم تختم بالثابت الثاني اللي هو التصريف الثالث. طيب ما تجيب لي مثال، اقول لك حاضر انا الاثنين. هات لي نفس المثال الثاني، اقول لك ايه؟ ماي او مثلا ذا فون التليفون was being fixed yesterday at 5 امبارح الساعة 5. فبالتالي انت جبت المفعول ثم جبت الووز ثم جبت البينج عشان علامة الاستمرار ثم ختمت بالتصريف الايه؟ الثالث، فجبت مفعول ووز او وير بينج والتصريف الايه؟ الثالث. طيب يبقى انا كده جبت المبني المجهول. يبقى برضه انا قلت تاني لما تيجي تحل على الازمنه شرط اساسي تعرف لي الاسم اللي بادئ الجمله او الضمير اللي بادئ الجمله ده فاعل ولا مفعول عشان تعرف تحدد تختار معلوم ولا مجهول. طب تعال نخش في اللي بعده. اللي بعده اللي هو مين يا محترم؟ قال لك الهيلبنج فيرب، الفعل المساعد. الفعل المساعد بتاعي كان مين او بيبقى مين هنا؟ قال لك الهيلبنج فيرب او الفعل المساعد بتاعي هنا هيبقى عبارة عن was aware. طيب was aware زي أي فعل مساعد هيستخدم برضه في حاجتين، في النفي وفي السؤال. طيب تعال نجرب. قال لك نفي was تبقى wasn't، طب نفي where هتبقى weren't، ثم هتجيب لي بعدهم الفعل في اي ان جي. مثال عيوني أقول لك كده إيه؟ She wasn't studying. هي ما كانتش بتذاكر. هتكمل بقى عشان تقول لي ايه؟ yesterday وتقول لي ميعاد محدد مثلا، اقول لك ليه دلوقتي بنقول ميعاد محدد والكلام ده. طيب هتجيب لي سؤال عشان تعبر عندي على بطريقه السؤال، فهتجيب لي سؤال بهل كبدايه، فهتبدا السؤال بتاعتك بوز او وير اللي هو الفعل المساعد، ثم هتجيب السبجكت اللي هو الفاعل، ثم هتجيب الفعل في اي ان جي. لو مركز معايا فانت عارف بقى ان الفعل المساعد هو اللي بيحدد شكل الفعل. يعني ايه؟ يعني did في الماضي البسيط كان بيعبر عن الماضي البسيط بيجي بعده الفعل في المصدر، لكن was او where بيعبر عن الماضي المستمر بيجي بعده الفعل في اي ان جي. يبقى الفعل المساعد هو اللي بيحدد شكل الايه؟ شكل الفعل. هات لي مثال اقول لك كده where you studying yesterday morning. هل كنت بتذاكر امبارح الصبح؟ فبالتالي جبت الفعل المساعد اللي هو وير، ثم جبت السبجكت بتاعي اللي هو يو، ثم جبت الفعل في اي ان جي. طب صلي على النبي. قال لك بعد كده انا عايزك تجيب لي سؤال بأداة استفهام. قال لك هتجيب لي أداة الاستفهام بتاعتي، ثم هتجيب الفعل المساعد اللي اتفقنا خلاص اسمه was aware، ثم بعد كده هتجيب لي مين؟ قال لك والله بعد was aware حضرتك هتروح تجيب لي ايه؟ الفاعل او السبجكت، ثم هتجيب لي بعده الفعل في اي ان جي، والسبجكت دي اتفقنا يعني ايه؟ يعني فاعل. والفاعل بيكون طبعا يا اما اسم يا اما بيكون ضمير. صلي على النبي وهات لي مثال اقول لك كده ايه؟ What were you doing yesterday morning؟ ماذا كنت تفعل امبارح صباحا؟ فبالتالي جبت أداة استفهام، ثم جبت الفعل المساعد اللي هو where، ثم الفاعل، ثم الفعل في اي ان جي. ده بالنسبة للفعل المساعد. طب ما تيجي نتخطى المرحلة دي بقى ونخش في مرحلة تانية. ايه هي المرحلة التانية؟ قال لك حضرتك انا عايزك تبقى مركز لي في حاجة الا وهي وانت بتتعامل مع الماضي المستمر لازم تفصله عن الماضي البسيط بشكل كبير.
الماضي المستمر بيعبر عن ان الحدث اخذ وقت، الحدث كان يحصل في وقت محدد، الحدث بياخد فتره زمنيه عشان يحصل، على عكس الماضي البسيط. الماضي البسيط ما بيركزش على المده اللي هو استغرقها حدوث الفعل، بيركز على ان الفعل تم خلص. لكن الماضي المستمر بيركز على ان الفعل اخذ وقت معايا. طيب فبالتالي انا عايز اخش في اليوسج او الاستخدام بتاع الزمن بتاعي. قال لك اليوسج بتاعتي هنا الاستخدام نمبر 1 رقم 1 يعبر عن حدث استمر في وقت محدد في الماضي. يعني حضرتك هتذكر لي وقت محدد، وفي الوقت المحدد ده انت كنت بتعمل فيه 1 2 3. هات مثال عينيا الاثنين. هقول لك كده yesterday at 10 امبارح الساعة 10 I was studying English. أنا كنت بذاكر إنجليزي. فين يا عم؟ قال لك أنت حددت لي أول مدة أهي yesterday at 10 ثم جبت بعدها الماضي المستمر I was studying. فتقول لي أنت بتشتغلني؟ ما هي yesterday دي بتاع الماضي البسيط. أقول لك yesterday بس ماضي بسيط. لكن yesterday او اي كلمه بتدل على الماضي معاها وقت محدد متحدد ده ماضي مستمر. يبقى لو حددت الوقت بعينه يبقى ماضي مستمر، لو ما حددتش الوقت وسبتها مفتوحه يبقى ماضي بسيط. يبقى انت تركز في حاجه زي كده. طيب صلي بينا على النبي. رقم 2 قال لك والله رقم 2 عندي بيعبر عن حدث استمر في الماضي. حدث استمر يعني اخذ وقت صح؟ وقطعه حدث ماضي اخر. يبقى انا كده عندي كام حدث؟ قال لك عندك حدثين، حدث استمر واخذ وقت وجي حدث تاني قطعه. فالحدث اللي اخذ وقت ده هجيبه زمنه ايه؟ واللي قطعه هجيبه زمن ايه؟ قال لك الحدث اللي استمر ده هيجي ماضي مستمر لانه بياخد وقت. طب الحدث اللي قطعه قال لك الحدث اللي قطعه هيجي زمنه ماضي بسيط. مثال اقول لك حاضر عينيا الاثنين. اقول لك while I was reading بينما انا قاعد بقرا شغال في القرايه. ايه اللي حصل؟ the light went out. بينما انا قاعد بقرا ومستمر في القراءه النور قطع. مش القراءه بتاخد وقت؟ بتستمر؟ جبتها ماضي مستمر. ثم ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك والله بعد كده النور قطع. مش لما النور قطع ده قطعني عن الفعل اللي كنت شغال فيه؟ ايوه. خلاص يبقى اجيب ايه يا معلم؟ الحدث اللي استمر اللي هو حدث القراءه هجيبه ماضي مستمر. طب الحدث اللي قطع الحدث المستمر هجيبه ماضي بسيط. طب هات مثال تاني. المثال ده مش واكل معايا الدنيا. قال لك while I was running بينما انا كنت بجري. مش الجري ده بياخد وقت؟ بياخد وقت وبيستمر. قال لك ايه بقى يا معلم؟ I hurt my leg. انا عورت رجلي. انت بتجري ومستمر في القراءه هوب، بتجري ومستمر في الجري هوب وقعت. مش الوقعه دي او التعويره اللي انت اتعورتها دي وقفتك عن الفعل. يبقى الحدث اللي استمر اللي هو حدث الجري جبته ماضي مستمر. الحدث اللي قطعني عن حدوث الفعل جبته ماضي بسيط وهكذا. يبقى ده حدث استمر وجي حدث من بره قطعه. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك انا عايز كمان استخدام. قال لك الاستخدام الثالث بيعبر عن حدثين استمرا في نفس الوقت دون أن يقطع أحدهما الآخر. يعني إيه يا أبو حجازي؟ قال لك بص يا بيه، أنت كنت بتعمل حاجة وحد تاني كان بيعمل حاجة.
انت شغال وهو شغال، محدش دخل على شغل التاني. بمعنى انت كنت بتذاكر وماما بتطبخ، انت مستمر في المذاكره، ماما مستمره في الطبخ، لا انت قطعت ماما في حاجه ولا ماما قطعتك في حاجه، يبقى الحدثين مستمرين. طبعا الحدثين مستمرين يبقى الحدثين ماضي مستمر. يبقى نجيبها ازاي دي بقى يا معلم؟ هات لي مثال. اقول لك while I was studying، بينما انا كنت قاعد بذاكر. ايه اللي حصل يا ابو حجاز؟ قال لك my mother was cooking، ماما كانت بتطبخ. يبقى اذا انا مستمر في المذاكره، ماما مستمره في الطبخ، كل واحد شغال في حاله، محدش بيأثر على التاني، فجبت الحدثين ماضي مستمر. طب هو ينفع طبعا انت عندك هنا الفاعلين مختلفين، فاعل الجمله الاولى غير فاعل الجمله الثانيه. طب هل من وجهه نظر حضرتك هل يجوز ان انا اجيب في الجملتين نفس الفاعل؟ ما تيجي نجرب. قلت لك كده while I was driving، بينما انا كنت بسوق، ماشي بالعربيه بتاعتي وبسوق. ايه اللي حصل يا عم؟ قال لك ايه؟ I was listening to music، كنت بستمع للموسيقى. انا كنت بسوق ومستمر في السواقه، وكنت بسمع الموسيقى ومستمر في سماع الموسيقى. هل حدث قطع التاني؟ لا. يبقى اذا ممكن لما يكون نفس الفاعل في الجمله الاولانيه هو نفس الفاعل في الجمله الثانيه اجيب ماضي مستمر. ماضي مستمر الشرط باين، الشرط باين، مش محتاج اي مشاكل. ايه هو الشرط؟ قال لك الشرط بتاعك ان الحدثين ما يدخلوش في بعض، ما يقطعوش بعض، ما حدش يوقف التاني، الاثنين يكونوا ماشيين مع نفس الرتم او نفس المسار. فاذا بينما كنت بسوق انا كنت بسمع موسيقى، محدش قطع التاني، ففي الحاله دي عملت ايه يا محترم؟ والله جبت ماضي مستمر ماضي مستمر ونفس الفاعل نفس الفاعل، مفيش مشكله مفيش مشكله. ده في اواضي؟ لا مفيش اواضي. تعال ننتقل للنقطه اللي بعد كده. بتقول لك ايه بقى النقطه اللي بعد كده؟ قال لك لو حضرتك شغال وعايز تجيب الكي ووردز، قال لك الكي ووردز اول حاجه اي وقت محدد في الماضي يعتبر كي وورد، اي وقت محدد في الماضي يعتبر كلمه داله. يعني yesterday زائد وقت محدد، او تقول لي كذا from وقت to وقت. يعني مثلا تقول ايه؟ from مثلا وليكن مثلا 9 to 10، من الساعه 9 للساعه 10. تمام؟ في الحاله ديت انت محدد لي وقت، صح؟ يبقى في الحاله ديت انا هجيب ايه يا محترم؟ هجيب ماضي مستمر. طب في اي كلمات داله ثانيه؟ انا عندي حاجه اسمها while، وعندي as، وعندي just as. دول بقول عليهم روابط زمنيه بيربطوا جملتين ببعض. مش عايزك تحفظ قواعد للروابط، ولكن انا هقول لك القواعد بتاعتهم ايه، بس انا عايزك تبقى فاهمها. لو انت فاهم الثلاث استخدامات اللي فاتوا فاللي جاي سهل. بمعنى while وas just as الثلاثه دول هيجي بعدهم ماضي مستمر، والجمله الثانيه هيكون زمانها ايه؟ هيكون زمانها ماضي بسيط. يعني تقول لي مثلا ايه؟ as I was studying my father، بابايا called me، بابا اتصل عليا او بابا نده عليا. في الحاله دي انا كنت بذاكر ومستمر في المذاكره، ادي ماضي مستمر. الجمله الثانيه ابويا اتصل عليا قطعني عن المذاكره عشان ارد عليه، او نده عليا عشان ارد عليه. في الحاله دي هو قطعني عن المذاكره فجبت ماضي مستمر ماضي بسيط. طيب قال لك انا عندي برضه ممكن اقول لك while هيجي بعدها ماضي مستمر، والجمله الثانيه هتبقى برضه ماضي مستمر زي اللي قلناه من شويه. قال لي هات مثال غيرهم، اقول لك من الاثنين.
اقول لك while I was reading، بينما انا كنت بقرا ومستمر في القراءه. ايه اللي حصل يا ابو حجازي؟ قال لك بينما كنت بقرا ومستمر في القراءه my sister اختي was playing، اختي كانت بتلعب. فاذا جبت حدث بعد while حدث مستمر، والجمله الثانيه حدث برضه حدث ايه؟ حدث مستمر. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا عندي كلمه اسمها when. when ديت ما بتزعلش حد. when بيجي بعدها كل الازمنه. when تنفع يجي بعدها مستمر، ينفع يجي بعدها بسيط، ما بتزعلش اي بني ادم. يعني ينفع بعد when تقول لي ماضي بسيط ماضي مستمر والعكس. وينفع تقول لي ماضي بسيط ماضي بسيط، يعني ينفع مع when تقول لي ماضي بسيط والجمله الثانيه تبقى ماضي بسيط. طب اعمل ايه عشان اتقي شر when؟ انا اعمل ايه؟ قال لك لازم عندك حاجه تقيس بيها. بمعنى هتقرا الجمله، بعد ما تقرا الجمله هتحدد نوع الحدث. يعني هل الحدث ده بياخد وقت ولا ما بياخدش وقت؟ تعال نجيب مثال. اقول لك كده مثلا تلاقي الجمله بتاعتك عادي جدا بادئه بوين. يقول لك كده when I نقط the room I welcomed، مثلا اقول welcomed انا حييت my friends. وعايز احط الفعل enter. enter يعني يدخل. هل دخولك للاوضه بياخد وقت؟ قال لك لا. طب ما تيجي نجرب كده. كده انا خرجت مثلا من الاوضه، كده انا دخلت الاوضه، هل ده اخد وقت؟ ما اخدش وقت. يبقى ده اسمه ماضي بسيط. الحدث اللي ما بياخدش وقت دوت ماضي بسيط، لان شرط ان الحدث يجي في الاستمرار انه يكون بياخد وقت. فبالتالي اقول لك هنا ايه؟ when I entered the room I welcomed my friend. لما دخلت الغرفه انا حييت اصدقائي. فدي حاجه بسميها ايه بقى يا محترم؟ تتابع زمني. يعني ايه تتابع زمني؟ يعني حدثين حصلوا ورا بعض بدون فارق زمني، الاثنين حصلوا ورا بعض خبط لزق بدون اي فارق زمني ما بينهم. زي مثلا اقول لك ايه؟ انا حاسبت السواق ونزلت من التاكسي. وخلاص انت حسبت السواق هتنزل من التاكسي على طول، يعني انت مش هتديله الفلوس وهتفضل قاعد معاه تحكي معاه. يبقى الحدثين حصلوا ورا بعض مباشره بدون فارق زمني، يبقى الاثنين ماضي بسيط. طيب تعال نشوف قاعده ثانيه. قال لك انا عندي قاعده بتقول لك انا ممكن اجيب وايل او اجيب وين وما اجيبش بعدهم فاعل. يعني انت هنا عندك وين جبت معاها اي، وايل جاي مثلا اي، ممكن تشيل اي ده وتحط اي ضمير او اي اسم عادي وتجيب جمل زي ما انت. طب لو ما جبتش اي ديت، ما جبتش اي حاجه بعد وين، ما جبتش فاعل، قال لك في الحاله ديت هتجيب بعدهم الفعل في اي ان جي مباشره. يبقى لو جبت وايل او وين ومفيش بعدهم فاعل هجيب بعدهم الفعل في اي ان جي مباشره. طب الجمله الثانيه يا محترم، انت حليت مشكله الجمله الاولى وجبت لي فعل في اي ان جي، الجمله الثانيه قال لك والله وايل ووين على حسب الزمن او الحدث بتاع الجمله الثانيه. يعني لو عندك الحدث بتاع الجمله الثانيه مثلا ماضي مستمر، حاضر اجيب ماضي مستمر. لو عندي حدث اجيب وايل، يعني لو عندي وين وهكذا. طيب قال لك انا عندي فكره بقى صغيره. شرط ان انت تجيب مع وايل ووين بدون فاعل وتربط الجمله الثانيه ان يكون فاعل الجمله الاولى المحذوف ده هو نفس فاعل الجمله الثانيه. لخبطني، انا ورايا حاجه انك تلخبطني. قال لك لا تعالى اقول لك الفكره فين. قال لك دلوقتي حضرتك لو قلت لي وايل، لو قلت لي مثلا وايل I was driving I was listening to music. ايه اللي بيميز الجمله ديت؟ قال لك والله فاعل الجمله الاولى هو فاعل الجمله الثانيه، اذا ينفع احذف فاعل الجمله الاولى وابدا بوايل واجيب بعدها الفعل في اي ان جي مباشره. طب ما تجرب، ما تجرب يا اخي. اقول لك وايل هجيب بعدها الفعل في اي ان جي مباشره، فاقول وايل درايفنج
ايه اللي حصل يا عم؟ I was listening to music. بينما انا كنت سايق انا كنت بسمع الموسيقى. طب ايه اللي حصل يا عم؟ قال لك انا حذفت فعل الجمله الاولانيه، ففي حاله حذف فعل الجمله الاولانيه بستخدم وايل بدون فعل اجيب فعل في اي ان جي، فرحت جبت الفعل في اي ان جي شرط ان فعل الجمله الاولى يكون هو فعل الجمله الثانيه، يبقى انا ماشي في السليم. طب ما تجيب مثال تاني، اقول لك عيوني، اقول لك وايل واخد بالك waiting for the bus، بينما كنا مستنيين الاتوبيس we were talking، كنا بنتكلم. يعني واحنا قاعدين مستنيين الاتوبيس احنا كنا بنتكلم. طب ايه الفكره؟ قال لك والله حضرتك احنا اللي كنا مستنيين الاتوبيس واحنا اللي كنا بنتكلم، فاذا عادي اجيب وايل بعدها الفعل في اي ان جي. طب ما تجيب لي واحده ما ينفعش بعدها تجيب لي الفعل في اي ان جي مباشره. تعالى انا عندي عز منك، يلا بينا. بيقول لك ايه مثلا وايل نقط my friend was playing. يعني ايه الكلام ده؟ يجي لك في الاختيارات بقى مثلا ايه study و studying و I was studying. يعني حط هنا بقى studying مباشرة ولا I was studying؟ هقول لك دلوقتي. قال لك لو قلت لي while studying يعني جبت لي الفعل في ing، قلت لي ing على طول اهو، الجملة دي هتبقى غلط. ليه؟ لأن احنا قلنا شرط إن لازم يكون فعل الجملة الأولى المحذوف يكون هو فعل الجملة الثانية، صح؟ طب هل ينفع يكون زميلي صديقي ده اللي كان بيلعب هو اللي كان بيذاكر في نفس الوقت؟ لا. فإذا الحدثين متعارضين، فلازم الفاعلين يكونوا مختلفين. ففي الاختيارات ما ينفعش تختار لي هنا studying، ما تقول لي إيه بقى من الاختيارات؟ while I was studying. بينما أنا اللي كنت بذاكر صديقي كان بيلعب، يبقى إذا أنا فصلت ما بين الفاعلين وفصلت ما بين الحدثين، يبقى انا كده كلامي زي الفل ما عنديش اي مشكله. عندي رابط تاني بقى اسمه on، بسيط جدا خالص. قال لك on هيجي بعده الفعل في اي ان جي، وده بيساوي when لما بيجي بعدها ماضي بسيط. يعني on والفعل في اي ان جي بتساوي when زائد ماضي بسيط. طيب تعال نجرب كده، اقول لك كده on وليكن مثلا خليها paying the driver I got out of the taxi. معناه ايه بقى؟ لما حسبت السواق ايه اللي حصل؟ انا خرجت من التاكسي. طب الجمله ديت احنا اتفقنا ان اون بتساوي وين، فقال لك لو عايز ارجعها هجيب وين، هجيبها ازاي؟ اقول لك وين I paid the driver، لما انا حسبت السواق I got out of the taxi. يبقى ده كان اصلها. يبقى شرط استخدام on ان الحدثين اللي جايين ورا بعض يكونوا حدثين متتابعين، حدثين بيحصلوا ورا بعض مباشرة بدون ما يكون في واحد مستمر مثلا وواحد قطعه، لان لو واحد مستمر وواحد قطعه تروح تجيب لي مين؟ تجيب لي وايل، هي وايل برضه بيجي بعدها الفعل في ان جي. يبقى شرط on ان لازم يكون بعدها الحدثين بيحصلوا ورا بعض مباشرة بدون ما يكون في واحد مستمر، لان on مالهاش علاقة بالاستمرار، on بتساوي when زائد الماضي الايه؟ الماضي البسيط. طيب ده بالنسبة لأون. الجزء الثاني من الوحدة الأولى عندنا في ثالثة ثانوي بيتكلم عن البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام. المضارع التام من أهم الأسماء اللي عندنا، خدته في ثالثة إعدادي وخدته في أولى ثانوي، وكان في برضه عنه
هنت كده في ثانيه ثانوي وموجود عندنا في ثالثه ثانوي، فالموضوع بتاع المضارع التام ده من اهم الموضوعات اللي لازم تكون متقنها جدا جدا جدا. طيب المضارع التام اللي هو البريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت عايزين نعمل معاه زي ما عملنا مع كل الازمنه اللي فاتت، بس قبل ما نخش في كل الازمنه اللي فاتت خليني اقول لك حاجه. انت عندك المضارع التام شكله الفورم، الشكل بتاعه عباره عن ايه؟ يعني في الجمله لما اقول لك هات لي مضارع تام، او لما تشوف انت عايز تختار مضارع تام هتجيب ايه؟ الف حاجه انت هتجيب لي هاف او هاز زائد الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. طيب يعني ايه؟ هاف بتيجي مع اي والجمع، وهاز بتيجي مع المفرد، والتصريف الثالث دوت شرط اساسي في اي زمن تام، يعني مضارع تام، ماضي تام، مستقبل تام، لازم يكون عندك تصريف ثالث. طيب تعال نجيب مثال، اقول لك مثلا ايه؟ وليكن مثلا I have traveled to Alex. انا سافرت اسكندريه. طيب اللي سافر اسكندريه دوت لما جيت تعبر عن الفعل ترافل يسافر وعايز تحطه في زمن المضارع التام، جبت قبله هاف ثم جبت التصريف الثالث من الفعل ترافل وكملت الجمله بتاعتك. طيب انا عايز انفي او اكون سؤال، ففي الحاله دي هروح هيلبنج فيرب. الهيلبنج فيرب بتاعك اللي هو الفعل المساعد اللي هو مين بقى يا معلم؟ الهاف او الهاز. استخدمه في اتجاهين. الاتجاه الاول اللي هو النيجاتيف اللي هو النفي بيكون عباره عن ايه؟ هتجيب السبجكت بتاعك اللي هو الفعل، واتفقنا ان السبجكت دوت اللي هو بيكون الاسم او الضمير اللي بتبدا بيه الجمله، ثم هتجيب بعده هاف تبقى هافنت، وهاز تبقى هازنت، بلس هتجيب مين بعد كده؟ التصريف الثالث، قلنا شرط اساسي يكون عندنا. طيب طب هجيب مثال، حاضر هنا الاثنين، اقول لك كده، اقول لك ايه مثلا؟ I haven't finished my work yet. معناها ايه الجمله دي يا عم؟ انا ما خلصتش الشغل بتاعي حتى الان. طيب انت كده جبت النفي، طب ما تجيب لي يا عم السؤال وازاي اكون سؤال؟ قال لك لما بتيجي تكون سؤال، لو سؤال بهل ففي الحاله ديت حضرتك هتجيب لي الصيغه دي، هتبدا بالفعل المساعد اللي هو مين يا عم؟ هاف او هاز، هتجيب بعده السبجكت اللي هو الفاعل بتاعك، ثم هتجيب بعده التصريف الثالث اللي هو الايه؟ باست بارتيسيبل. طيب دلوقتي حضرتك كونت السؤال بهل، هات لي مثال انا الاثنين، اقول لك كده وليكن مثلا نطلع بالسبوره فوق شويه بدي نكمل موضوعنا. نجيب مثال على السؤال بهل، وليكن مثلا اقول لك ايه؟ have you traveled to Alex وليكن مثلا before من قبل. فبالتالي لما جيت اكون سؤال بهل جبت الفعل المساعد اللي هو have ثم السبجكت اللي هو الفاعل بتاعي اللي هو يو، ثم جبت التصريف الثالث وكملت الجمله بمعناها. طب حضرتك معلش يعني انا عايز اكون سؤال باداه استفهام بسيطه، هتبدا باداه الاستفهام. طب وبعدين يا عم بعد ما جبت اداه استفهام زي وات وير وين، اي اداه استفهام، بعد كده حضرتك هتروح تجيب لي الفعل المساعد اللي هو هاف او هاز، ثم السبجكت اللي هو الفاعل، ثم التصريف الثالث. هات مثال ابو حجازي عيوني. قال لك ايه بقى يا معلم؟ يقول لك what have you studied. كده جبت يعني جبت what اللي هي اداه الاستفهام، ثم رحت جبت have اللي هو الفعل المساعد، ثم السبجكت بتاعي اللي هو الفاعل، ثم التصريف الثالث. طبعا ده سؤال في علامه استفهام، يبقى انت كده قدرت تكون سؤال. طبعا لحد دلوقتي دي اساسيات، دي حاجات انت كده كده ممكن تكون عارفها او لازم انت تكون عارفها كده كده مع المضارع التام. ولكن تعال نخش في الموضوع قوي. ازاي؟ قال لك حضرتك لما بتيجي تتعامل مع اي زمن انت بتعرف فيه الحاجات اللي احنا قلناها دي شرط اساسي، ولكن مطلوب من حضرتك تعرف امتى هتستخدمهم. يعني امتى هجيب
الجمله بتاعتي في زمن المضارع التام. عندي استخدامات كتير مطلوب من حضرتك تفهمهم واحد واحد، ولما تيجي تفهم او تتعامل مع الاستخدامات بتاع المضارع التام بالذات محتاج منك تركيز عالي قوي. ليه؟ تعالى اقول لك. انا هديك الاستخدام، وكل استخدام معاه الكلمه الداله الخاصه بيه. مثلا اقول لك انا عندي كده ادي اليوسج، الاستخدام بتاعك نمبر 1 رقم 1 قال لك بيعبر عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا حتى الآن. لا 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 لا، كده احنا بدأنا نخش في الغويط. ليه؟ حدث بدأ في الماضي ولسه شغال لحد دلوقتي، رايح تجيب لي مضارع تام؟ قال لك ازاي؟ قال لك ما انا ما قلتلكش. قال لك لما تيجي تتعامل مع شريط الازمنه كده، خط الزمني كده، وهتقسمه 3، ده الجزء بتاع المضارع، او خليها الماضي الاول بقى. ده الجزء بتاع الماضي، وده الجزء بتاع المضارع، وده الجزء بتاع المستقبل، وطبعا مستمر لسه شغال لان لسه المستقبل ما خلصش فاحنا شغالين عادي. قال لك فين المضارع التام؟ قال لك حاضر الاقي الاثنين. قال لك المضارع التام هو بدأ في الماضي، حدث بدأ هنا في الماضي ده. طب بعد ما بدأ في الماضي قال لك فضل شغال في الماضي وشغال في الحاضر كده، يعني خلص الماضي وما زال مستمر حتى الآن، لحد دلوقتي شغال مستمر. يعني ايه؟ قال لك لما تيجي تتعامل معاه ما تربطوش بفكره الماضي بس او المضارع بس، لا هو رابط الاثنين ببعض. طيب انا اعرف منين ان انا بتعامل مع الصيغه دي؟ قال لك بيجي عند حضرتك كلمتين مهمين جدا، كلمه فور وكلمه سنس. طيب انا عايز اتعامل معاهم. قال لك فور معناها بيجي بعدها المده، يعني هيجي بعد فور ديت المده، لكن سنس هيجي بعدها نقطه بدايه الحدث. طيب ما اتلخبطناش يا عم حجازي، معناهم ايه؟ قال لك والله سنس دي معناها منذ، لكن فور معناها لمده. طيب هات لي مثال وصحصح معايا وركز، شوف ايه اللي بيجي بعد فور وايه اللي بيجي بعد سنس عشان ما تتلخبطش. حاضر. قال لك ادي مثال، اقول لك ايه؟ I have studied English for 10 years. لا 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 لا، ايه الحوار؟ ادي اول حاجه جبت الفعل والمضارع التام، جبت عندي فور وايه اللي جه بعدها؟ المده. طب لو عايز اجيبها بسنس اقول لك نفس الموضوع، I have studied English since، بس مش هتجيب مده، هتجيب انت بدات امتى؟ احنا في الشهر 24 يبقى حاضر، يبقى احنا كده بدانا من 10 سنين، يبقى 2014. يبقى انا عملت ايه؟ بعد فور جبت المده اللي انا استغرقتها وما زالت لسه شغاله، لكن سينس جبت بعدها انا بدات امتى ادرس انجليزي. يبقى لما اجي افرق ما بين الفور والسينس لازم اكون فاهم كويس جدا 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 ايه اللي بيجي بعد فور وايه اللي بيجي بعد سينس. طيب الموضوع لسه عايز كلام كتير. قال لك فور وسينس هديك بقى عليهم هنت مهم جدا في اخر الشرح عشان تبقى مجمعه كملحوظه لذيذه كده. بس انا عايزك لحد دلوقتي تبقى فاهم ان فور وسينس بيعبروا مع المضارع التام على ان الحدث لسه مستمر حتى الان. طيب ده كان اول استخدام. طب ما نخش في استخدام تاني. قال لك الاستخدام التاني عندك المضارع التام يعبر عن حدث تم حالا توا لسه دلوقتي. قال لك لسه حاصل من وقت قليل جدا، لسه حالا دلوقتي، بيجي مع كلمه، الكلمه دي اسمها ايه؟ اسمها جاست. وجاست معناها ايه؟ معناها حالا. هات لي مثال. حاضر. قال لك اقول لك كده علي has just arrived. يعني ايه؟ علي لسه واصل حالا. طب هي جاست بتيجي فين؟ قال لك جاست ليها مكان فين في الجمله يا عم؟ ما بين هاف وهاز والتصريف الثالث، جاي ما بين هاف او هاز والتصريف الثالث جاست تيجي في النص. طب يا عم متشكرين. هات لي استخدام كمان. قال لك رقم 3 يعبر عن حدث في انتظار وقوعه او في انتظار اكماله. يعني ايه؟
يعني حضرتك عملت حاجه ومستني حاجه تحصل في المقابل، بمعنى بعت رساله لحد فانت مستني الايه؟ الرد. والله دخلت الامتحان فانت مستني الايه؟ النتيجه. بنعبر عن فعل الانتظار دوت او الحدث اللي انت مستني ان هو يحصل بالمضارع التام. بيجي مع كلمه لذيذه قوي. مين هي الكلمه دي يا محترم؟ قال لك الكلمه دي عباره عن كلمه يت. طيب يت دي قال لك تاتي في نهايه الجمله، يبقى شرط انها تيجي فين؟ في نهايه الجمله. طيب تيجي يا عم حجازي في نهايه اي جمله كده وخلاص؟ قال لك لا، صلى على النبي. قال لك تاتي في النفي والسؤال. يبقى يت دي لها مكان اخر الجمله وليها ظروف خاصه او نوع خاص من الجمل اللي بتيجي فيه. ايه هي النوع الخاص من الجمل دي؟ قال لك تيجي في جمله منفيه وتيجي في السؤال. هات لي مثال عيوني. قال لك ايه يا معلم؟ I haven't received a reply to my email yet. طبعا نحط نقطة في الآخر. طيب يعني إيه الجملة دي يا عم؟ معناها أنا لم أستلم رد على الإيميل بتاعي حتى الآن. فرحت جبت مضارع تام منفي عشان في الآخر أحط مين؟ يت اللي معناها بالمناسبة حتى الإيه؟ حتى الآن. أنا لم أستلم رد على الإيميل بتاعي حتى الآن، معناها إن أنت بعت الإيميل وفي انتظار الرد. في انتظارك للرد دوت أو إن أنت قاعد مستني الرد عبرت عنه بالمضارع الإيه؟ التام. فالجملة تمام عندي ما عندهاش مشكلة، جملة منفية آخرها يت، أنت في الأمان. صلى على النبي. قال لك طب ما نكمل يا عم استخدام كمان. قال لك الاستخدام اللي عليه الدور، قال لك المضارع التام يعبر عن حدث قابل للتكرار في فترة زمنية معينة. يعني ايه بقى؟ هقول لك مثلا انا النهارده شربت 3 فناجين قهوة. طب هو النهارده خلص؟ ما خلصش. اما يعني ايه يعني؟ قال لك يعني ممكن اشرب الرابع والخامس والسادس، يعني الحدث قابل للتكرار. هات مضارع تاني. ازاي؟ اجيب لك مثال. بص يا عم اقول لك كده اهو. I have drunk 3 cups of tea أو coffee this day أو today. يعني أنا النهاردة في اليوم اللي أنا فيه دوت شربت 3 فناجيل قهوة. ده معناه إيه؟ معناه أنا ممكن أكمل تاني رابع وخامس، يعني حدث قابل للإيه؟ حدث قابل للتكرار، طبعا مع ذكر عدد الإيه؟ المرات. فأروح أجيب مضارع تام لأن هو اللي بيعبر عن الحدث اللي قابل للتكرار في فترة معينة. طيب صلى على النبي. إيه كمان؟ قال لك هات لي مثال تاني طول من الآن الاثنين. أقول لك إيه؟ I have attended، وattend يعني يحضر. I have attended 4 conferences. أنا حضرت 4 مؤتمرات. This year، هذا العام. يبقى أنا السنة دي حضرت 4 مؤتمرات. ممكن لسه يبقى في مؤتمر خامس وسادس وسابع، فأنا ذكرت عدد المرات. لما ذكرت عدد المرات في فترة زمنية محددة استخدمت عندي زمن مين؟ زمن المضارع التام، فأنا ما عنديش مشكلة. يبقى لو ذكرت حضرتك الحدث اللي بيتكرر في فترة معينة، في الحالة ديت لسه طالما قابل للتكرار مرة واثنين وثلاثة تاني أجيب مضارع تاني. طيب تعال نخش بقى في استخدامات تانية مهمة جدا جدا جدا. قال لك إيه يعني؟ قال لك المضارع التام رقم 5 بيعبر عن التجارب والأحداث السابقة. يعني ايه الكلام ده؟ حاجة انت جربت تعملها قبل كده او ما جربتش تعملها، حاجة مميزة، مش حاجة بتعملها على طول، حاجة مميزة. يعني ايه؟ حاجة بتعملها لأول مرة او ما جربتهاش قبل كده. اجيب معاهم مضارع تام. طب مع مين؟ مع كلمتين. مين هما الكلمتين؟ ايفر ونيفر. يبقى انا عندي كلمة اسمها ايفر وعندي كلمة اسمها نيفر. حضرتك الكلمتين دول هما اللي بيجوا في الاستخدام ده مع المضارع التام. طيب يجوا امتى؟ قال لك نيفر ينفع تيجي في السؤال عادي، وتيجي في حاجه اسمها التفضيل.
والتفضيل ده لو انت مش مراجعه او انت مش عارفه فهو عباره عن ان انت بتجيب صفه وليكن صفه قصيره وهتحط لي قبلها ذا وبعدها اي اس تي، او هتجيب لي ذا موست او ذا ليست وهتجيب لي بعدها صفه طويل. ما تلخبطناش يا عم حجازي، احنا متلخبطين خلق. قال لك ايه يعني؟ قال لك والله حضرتك لو انت بتحل مثلا ذا بيجست، ذا بيست، ذا موست بيوتيفول، ذا موست انترستنج، انا كده بجيب حاجه اسمها تفضيل. تفضيل يبقى اجيب ايفر. طيب نيفر، قال لك نيفر ديت بتنفي الجمله، بتنفي الجمله. طيب قال لك طب انت دلوقتي كده جبت لي الصفات اللي بتيجي في حاله التفضيل مع ايفر، هل نيفر ما تجيش مع الصفات خالص؟ نيفر تيجي مع حاجه اسمها صفه المقارنه، يبقى تاتي مع صفات المقارنه. وايه هي صفه المقارنه دي؟ قال لك صفه المقارنه معناها ان حضرتك هتجيب لي صفه قصيره وهتضيف عليها اي ار وبعد كده كلمه ذان، دي اسمها صفه ايه؟ مقارنه. طب لو صفه طويله قال لك هتجيب الصفه الطويله بس في الحاله دي هتجيب لي قبلها كلمه مور او لس. في الحاله دي انت تجيب لي مين؟ نيفر. طب ما تجيب لي امثله نقرب المسافات. تعالى صلي على النبي. قال لك هنا ايه بقى يا معلم؟ This is the fastest. The fastest يعني ايه؟ يعني الاسرع. The fastest car I have ever driven. يعني ايه يا ابو حجازي؟ قال لك دي اسرع عربيه انا سوقتها في حياتي، او ايفر طبعا بتيجي معانا من قبل، سوقتها من قبل. يعني ايه يا ابو حجازي؟ قال لك انا جبت التفضيل اهو، صفه قبلها ذا بعدها اي اس تي، ماشي ده تفضيل. ففي الحاله دي انا محتاج اجيب الكلمه بتاعتي بتعبر عن التجارب والاحداث السابقه. جبت مين؟ جبت ايفر. يبقى الكلام تمام ما عنديش مشكله. طيب يجي يقول لك مثلا هات لي مثال على نيفر. اقول لك ايه مثلا؟ I have never ridden a camel before. معناه ايه؟ انا لم يسبق لي، نيفر جت نفت الجمله، نفت التجربه، لم يسبق لي ان انا ركبت جمل بيفور من قبل. فاذا ايفر بتيجي تعبر عن التجربه اللي حضرتك عملتها، نيفر بتيجي تنفي الجمله عشان تعبر عن التجربه اللي انت او انت ما عملتهاش قبل كده. طيب صلي على اللي يشفع فيك. نخش على استخدام تاني. قال لك يا عم رقم 6. قال لك المضارع التام بيعبر عن حدث تم في الماضي دون ذكر متى. يعني ايه؟ يعني اجي اقول لك مثلا يعني انا سافرت اسكندريه. طب امتى؟ مش هقول لك. اقول لك انا ذاكرت انجليزي. طب ذاكرت الانجليزي ده امتى؟ الصبح، بالليل، العصر؟ مش هقول لك. يعني الجمله بتاعتك دايما اقول للطلبه عندي ايه؟ الجمله بتاعتك لو ما فيهاش دلاله على الزمن، جمله قرعه جاي عندك بدون ما يقول لك امتى، هات لي المضارع التام على طول. مثال من هنا الاثنين. قال لك I have traveled. انا سافرت to Paris، لباريس 3 times، 3 مرات. كده هو سافر باريس كم مره؟ 3. قال لك امتى؟ لا. قال لك الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، السنه اللي فاتت؟ لا. قال لك اخر 10 سنين؟ لا. يعني ما ذكرش امتى، ما ذكرش يا عم حجازي، ما ذكرش امتى. هات مضارع تاني. فالحاجه تجيب مين؟ مضارع تاني. have traveled مضارع تاني. طيب صلي على النبي. استخدام كمان. قال لك رقم 7. ده ايه الزمن اللي استخدمه كتير ده؟ معلش بس ده مهم. تفاصيله كتير، معلوماته كتير، استخداماته كتير، كلماته الداله كتير، بس مهم ولذيذ وسهل. لو انت عشت معاه استخداماته وعشت الحياه بتاعته ديت هتنبسط قوي. قال لك بيعبر عن ايه يا عم حجاز؟ قال لك يعبر عن حدث تم في الماضي. ده ايه يا عم؟ ده يا عم عمال تقول لي ماضي ماضي ماضي. ما انا قلت لك بقى
انه بيعبر عن هو راشق او جاي موجود ما بين الماضي واخد شويه من الماضي وداخل معاه على المضارع، فهو يعتبر ليه علاقه بالماضي علاقه وثيقه. فقال لك ايه؟ بيعبر عن حدث تم في الماضي وله اثر في الحاضر. يعني ايه؟ يعني حضرتك عملت حاجه وخلصت زمان، امبارح، اسبوع، من سنه، من شهر، عادي، ولكن في اثر حالي دلوقتي واقع عليك او واقع على الفاعل بخصوص الايه؟ حضرتك الفعل اللي انت عملته قبل كده ده. طب ما تجيب لي مثال يا عم يوضح الكلام ده بدل ما انت تعبنا معاك. قال لك حاضر يا عم. يقول لك ايه؟ I can't play the match. انا مش عارف العب الماتش يا عم. ده زمنه ايه؟ مضارع. انا بتكلم في مضارع. بقول لك انا النهارده يا عم انا مش هعرف العب الماتش. ليه؟ عشان انا امبارح كسرت رجلي. طب ما انت كسرتها امبارح او ايه بقى؟ كسرتها امبارح، ما تجيب ماضي بسيط. قال لك لا، طالما في اثر في الحاضر استخدم لي ماضي، لا استخدم مضارع تام. فتجيب مثال اقول لك ايه بقى؟ I can't play the match as لاني I have broken my leg. لاني كسرت يا معلم؟ كسرت رجلي. فحضرتك اللي كسر رجله امبارح ده او الاسبوع اللي فات او في الماضي يعني هل هيعرف يلعب الماتش النهارده؟ لا، يبقى ده حدث تم في الماضي ان هو كسر رجله. ليه اثر في الحاضر ان هو مش عارف يلعب الماتش، فاستخدمت عندي زمن المضارع الايه؟ زمن المضارع التام. طب ما تجيب مثال تاني عيوني. يقول لك ايه مثلا؟ she is happy. هي بتكون مبسوطه سعيده. as لانها she has passed. نجحت. لا، هي نجحت امتى؟ نجحت في الماضي، راحت شافت النتيجه ولقت النتيجه ظهرت ناجحه ومنقوله الى مش عارف رايح فين، نجحت. نجحت. وبعدين يا عم مبسوطه. مبسوطه امتى؟ دلوقتي. يبقى حدث تم في الماضي ان هي نجحت. ليه اثر في الحاضر دلوقتي ان هي ايه؟ ان هي مبسوطه. يبقى ده زمن ايه؟ مضارع تام. فين يا عم؟ اهو ان هي مبسوطه في الحاضر، فاستخدمت عندي المضارع التام عشان اعبر عن حدث بدأ في الماضي وليه اثر في الحاضر. دول استخدامات المضارع التام المهم جدا 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 جدا. 4 جدا. واخد بال حضرتك؟ طيب تعالى نراجعهم براحه سريعا سريعا سريعا. قال لك والله حضرتك اهو بيكلمك هنا اهو من البدايه ان هو بيعبر عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى الان مع كلمتين اللي هم سينس وفور. بيعبر عن حدث تم حالا او تول مع كلمه اسمها كلمه جاست اللي بتيجي ما بين هذا وهذا والتصريف الثالث. بيعبر عن حدث في انتظار وقوع حاجه مستني ان هي تحصل مع كلمه يت اللي بتيجي في النفي والسؤال وشرط تيجي في اخر الجمله. بيعبر عن حدث قابل للتكرار في فتره زمنيه معينه، فاقول لك ان في الفتره ديت انا كررت الفعل مره واثنين وثلاثه واربعه وقابل للتكرار، يعني ممكن اكرره كمان مره واثنين وثلاثه واربعه. طيب رقم 5 قال لك بيعبر عن التجارب والاحداث السابقه، حاجه انت جربت تعملها قبل كده او لسه هتعملها وما جربتهاش، تجربه بالنسبه لك حاجه مميزه. اجيب مضارع تام مع كلمتين مين هما؟ ايفر ونيفر. طيب بعد كده دخلنا انه بيعبر عن حدث تم في الماضي دون ذكر متى، وتجي الجمله بتاعتك بتكون قرعه مفيش اي دلاله على الزمن، تروح تجيب لي مضارع تام، فبالتالي مفيش لا يستردي ولا تمر ولا لاست ويك ولا نيكست ويك ولا اي حاجه تعبر عن الزمن، مضارع تام. فبيقول لك هجيب مضارع تام هنا لما تكون الجمله بتاعتي بتعبر عن حدث تم في الماضي ولكن انا ما قلتش امتى، فاجيب مضارع تام. طيب قال لك رقم 7 بيعبر عن حدث تم في الماضي واخد بالك وله اثر في الحاضر، معناها حاجه انت عملتها ولكن حاجه تمت في الماضي طبعا ولكن الاثر بتاعها ما زال موجود حاليا معاك، في الحاله دي تعبر زمان المضارع الايه؟ المضارع التام. طيب تعال نخش بقى نجمع الكلمات الداله اللي احنا قلناها دي كلها. تعال بقى نخش نجمع الكلمات الداله اللي احنا اتكلمنا فيها مع كلمات داله اضافيه تبقى معانا برضه. قال لك ايه هي الكي ووردز يا عم اللي انت تعبر بيها عن المضارع التام؟ ايه هي الكي ووردز؟ تعالى نفتكرهم مع بعض. اول حاجه قلناها since for just ever never yet. دول اللي احنا اتكلمنا فيهم مع بعض. طب مفيش غيرهم؟ لا في تاني. يقول لك مثلا كلمه زي كلمه up till now يعني حتى الان. كلمه زي كلمه over يقول لك over the years تعبر عن المضارع التام. طيب ايه كمان؟ كلمه زي كلمه recently
مؤخرا تعبر عن المضارع التام. كلمه زي كلمه already معناها بالفعل تعبر عن المضارع التام. قال لا يعني انا الكلمات الداله بتاع المضارع التام ده لا تنتهي، ده كتير جدا. طب ما تقول لك ايه؟ تعال ناخد شويه ملحوظات على الكلمات الداله ديت عشان نقفل المضارع التام واحنا مطمنين بشانه الى حد كبير. يلا بينا. قال لك ايه يا عم؟ قال لك انا عندي كلمه زي كلمه already ليها حوار. ايه حوار already ده؟ قال لك already تأتي نهاية الجملة، تيجي في آخر الجملة خالص. خلي بالك زي مين؟ زي يت. أيوه جدع. تأتي نهاية الجملة. طب ليه؟ لتعبر عن الدهشة. تيجي آخر الجملة خالص عشان تعبر عن الدهشة. طب ما تجيب لي مثال عيوني. أقول لك إيه؟ Have you finished your work already؟ هو انت خلصت الشغل ده بالفعل؟ You are very fast. ده انت سريع جدا. فده يعتبر ايه يا معلم؟ دهشه. انا مندهش. عملت ايه؟ رحت جبت already في اخر السؤال او اخر الجمله عشان اعبر بيها عن الدهشه. طيب هل ما يجيش غير في نهايه الجمله؟ قال لك لا، يمكن ان ياتي ما بين هذا وهذا والتصريف الثالث زي جاست. يعني اقول لك ايه مثلا؟ I have already done my homework. انا بالفعل اتميت عمل الواجب بتاعي. فرحت عندي جبت هذه هاف وادي التصريف الثالث، رحت جبت اوريدي ما بينهم. طب ما الدنيا لذيذه اهي. قال لك مفيش ألذ من كده. تعال نشوف اللي بعده. قال لك بعد كده حضرتك يجي لك كلمه مثلا زي كلمه سنس. قال لك سنس ديت ينفع يجي بعدها جمله ماضي. يجي بعدها جمله ماضي بسيط. ازاي يا ابو حجازي؟ اقول لك تعالى اقول لك ايه؟ I have studied English since I was وليكن 10. انا بدرس انجليزي منذ ان كان عمري 10 سنوات. ايه اللي جرى؟ قال لك حضرتك جبت المضارع التام بتاعك عادي اهو. ادي المضارع التام. ورحت جبت لي سنس برضه عادي. جمله مضارع تام فيها سنس. ايه المشكله؟ قال لك لكن لو هيجي بعدها جمله بعد سنس، لو هيجي بعدها جمله هتجيبها زمانها ايه؟ اهو ماضي بسيط. باست سمبل. يبقى يمكن استخدام جمله ماضي بسيط بعد سنس. طب فور ينفع؟ لا. فور ما يجيش بعدها جمله، سنس اللي يجي بعدها جمله. طب ما تجيب حاجه كمان معانا تقول حاجات حلوه. قال لك والله انا عندي سنس ينفع يجي بعدها ناون. ناون يعني ايه؟ يعني اسم. مثال اقول لك ايه؟ I have lived in Alex since my childhood. يعني ايه محترم؟ قال لك انا بعيش في اسكندريه منذ طفولتي. طب ايه اللي جه بعد سنس؟ قال لك انت عندك مضارع تام الاول اهو، جبت بعده كلمه سنس فانت في الامان. بس لما تيجي تجيب بعد سنس جبت ايه؟ جبت اسم اللي هو طفولتي. يبقى انت كده كلامك ايه؟ مظبوط. كلامي مظبوط 100%. قال لك امال فين المشكله؟ قال لك تعالى. قال لك دلوقتي حضرتك لو هنعمل مقارنه مع كلمتين مهمين جدا. مين هما الكلمتين دول؟ قال لي انا عندي كلمه اسمها لاست. ساعات تجي لك لاست وساعات تجي لك ذا لاست. هنكتبها مره نرجع نكتبها تاني بلون تاني. اقول لك لاست ونغير لون تالت وذا لاست. وحد الله وصلي على النبي.
لان اللي جاي ده مهم. ايه بقى؟ قال لك في حاله لو جه بعد لاست وذا لاست جه جمله وخاصه جمله ماضي بسيط، في الحاله دي اعمل ايه؟ قال لك يا ابو حجازي لو جالك جمله والجمله دي زمن جمله الماضي البسيط، في الحاله دي قبل لاست وذا لاست هستخدم سينس. قبلهم الاثنين؟ قبلهم الاثنين. يبقى انا لو عندي لاست وذا لاست الاثنين وجاي بعدهم جمله ماضي بسيط اعمل ايه؟ قال لك والله كل اللي المفروض تعمله هتجيب لي سينس. حاضر. طب ليه يا عم هنا وغيرت الالوان وعملت لي مواضيع؟ قال لك لاست وذا لاست الاثنين لو جه بعد لاست مده ايه؟ الحبر خلص؟ وجه بعد ذا لاست مده هنعمل ايه في الحاله دي؟ قال لك لو جه بعد دي مده وجه بعد دي مده في الحاله دي هنفترق يا صديقي. نفترق ليه؟ قال لك الى هنا كل واحد يروح لحاله. انا عندي قال لك لاست زائد مده تاخد سنس، يبقى سنس لاست. لكن ذا لاست قال لك لا يا باشا مش سنس يا باشا، قال لك انا هجيب فور. يبقى سنس لاست فور ذا لاست، شرط يكون عندي مده. سنس لاست فور ذا لاست، سنس لاست فور ذا لاست، سنس لاست فور ذا لاست، وهكذا. طيب هات لي مثال. اقول لك مثلا I have وليكن مثلا studied for my exam since مرة وفور مرة. قال لك since مثلا وليكن last night. طب فور اقول لك فور the last night. قال لا طب ما تجيب لي جمله كده. اقول لك مثلا ايه؟ since last او the last، واخد بال حضرتك؟ واجيب بعدها بقى ايه؟ جمله ماضي بسيط، واخد بالك ايه؟ since last I met علي. منذ اخر مره قابلت ايه؟ علي. انا بذاكر من ساعه ما قابلته امبارح مثلا. فاذا بالتالي انا عندي وانا بحل الوقت جبت سنس بعدها لاست مده. طب بعد ذا لاست اجيب فور ذا لاست مده. طيب سنس بس سنس بس اجيب بعدها ايه بقى؟ لاست عادي او ذا لاست. ممكن اشيل لاست احط ذا لاست واقول جمله ماضي بسيط. اتمنى الموضوع يكون اوضح لان في ناس كتير بتلخبط في الموضوع ده. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تعال نخش في موال تاني. ايه هو؟ قال لك حضرتك وانت بتحل يجي لك حاجه اسمها have او has been to. ما جايش has been to يجي لي مثلا have او has gone to. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك لما تيجي تتعامل مع الاثنين دول have been to معناها ذهب وعاد، راح ورجع. have او has gone to معناها ذهب ولم يعد، راح وما جاش يا معلم. يبقى الفاعل بتاع الجمله لو ذهب للمكان ورجع منه يبقى ده have been to. طب لو ذهب للمكان ولسه هناك وما رجعش يقول لك فين؟ يبقى has gone to. طب ما تجيب لي مثال ابو حجازي عيوني. يقول لك يبقى let's see what our mom bring from the supermarket. She has been to the supermarket. يعني ايه بقى محترم؟ لك تعال نشوف ماركت. تعال ما نشوف ماما جابت لنا ايه من السوق. يبقى كده ماما راحت وجت ولا راحت وما جاتش؟ راحت وجت. ايش عرفك؟ ما احنا هنشوف اللي جابته. هل الحاجه البضاعه اللي هي جايباها من السوق الحاجات ديت
هتكون هترجع لوحدها بتعتمد على نفسها؟ لا، اكيد ماما جابتها وهي جايه. طب ايه المشكله يعني؟ قال لك تعالى نشوف ماما جابت ايه من السوق. دي شي بقى ايه بقى محترم؟ has been to. يعني ايه has been to؟ راحت وجت، ذهبت وعادت، فجبت has been to هنا. طيب يجي لك مثال تاني يقول لك ايه؟ where's علي؟ هو علي فين؟ يرد عليه التاني يقول له ايه بقى؟ he has gone to the shop. ده راح المحل، راحوا المحل وجه لا ما جاش. طب مش عارف ان هو ما جاش، ما انا بسأل على هو فين. يعني قاعد معاك هو مش موجود معانا، يبقى هو كده راح ولسه ما جاش، يبقى ده يعتبر ايه يا محترم؟ ذهب ولم يعد، جبت has gone to عشان فعل طبعا هي، رحت جبت مين؟ has. ده بالنسبه ل have gone to و has gone to. طيب عند حضرتك تعبير بسيط كده بيجي ساعات نقوله بالمره، نقفل بيه الموضوع بتاع المضارع التام. عندي قاعده اسمها اتس زائد مده يجي بعدها سينس زائد ماضي بسيط، اللي هو ايه بقى؟ يقول لك مثلا ايه؟ It's 2 years since I met علي. يعني انها او انه عامين، مدة عامين. since منذ ان رأيت علي. احنا كده كده متفقين ان since بيجي بعدها جملة ماضي بسيط، فما عنديش مشكلة. فقال لك انها مدة عامين منذ ان رأيت ايه علي. يعني انا ما شفتش علي بقالي قد ايه؟ بقالي سنتين. تمام؟ طيب ده بالنسبة لسنس. وخدنا بقى طبعا الملحوظة بتاعت فور، خدنا بتاعت بين تو وهاف جون تو، خدنا الملحوظة بتاعت اوريدي، وتعاملنا مع استخدامات المضارع التام ككل. فاضل لنا حتة صغيرة ما قلناش في الأول، نقولها دلوقتي بالمرة، وهي المبني للمجهول في المضارع التام. إيه هو بقى المبني للمجهول في المضارع التام؟ المجهول باسف. إيه حوار المجهول؟ قال لك المجهول اتفقنا خلاص، احنا اتعودنا عليه بقى، بلعناه شربناه. قال لك المجهول عباره عن بتبدا بالاوبجكت اللي هو المفعول، هتجيب لي بعده مين يا محترم؟ هتجيب لي هاف او هاز، يلزمني فيرب تو بي، فالهاف وهاز بيجي بعدها التصريف الثالث. فقال لك حضرتك جيب لي التصريف الثالث من الفيرب تو بي اصلا اللي هو مين؟ اللي هو بين. يبقى هاف او هاز بين، واخد بال حضرتك؟ ثم هتجيب التصريف الثاني بتاع المبني المجهول. زي ما اتفقنا احنا عندنا اثنين ثوابت، المفعول ثابت والتصريف الثالث ثابت. بتكلم عن زمن المضارع التام فجبت ما يدل على المضارع التام. المضارع التام عايز بعده التصريف الثالث فجبت التصريف الثالث من الفيرب تو بي، ثم جبت البي بي بتاع المضارع الايه؟ التام. هات لي مثال، اقول لك مثلا ايه؟ ماي كار، عربيتي، هاز بين فيكسد، واخد بالك؟ وليكن مثلا ايه؟ فور 2 days. يعني ايه؟ عربيتي يتم تصليحها، واخد بال حضرتك، لمده ايه او بقى لها قد ايه؟ بقى لها يومين. في الحاله دي جبت اهو مفعول هاز بين والتصريف الثالث. ده كان كل ما يخص المضارع التام عندنا. ناقصنا حته صغيره اللي هو هنربط المضارع التام برابط. لو هيجي مع رابط الزمن الثاني اللي هيجي معاه هيكون زمن شكله عامل ازاي؟ دي ملحوظه صغيره جدا بس مهمه جدا جدا جدا، محتاجه من حضرتك تركيز. قال لك انا عندي بقى رابط زمني. رابط زمني ده زي مين؟ زي افتر، زي بيفور، وين، باي ذا تايم. اي رابط زمني عندك، مش دول بس، طبعا في رابط زمني كتير. لو عندي رابط زمني قالك والله حضرتك هتجيب لي بعده مضارع تام او مضارع بسيط. طب تجيب لي قبله مين؟ قالك تجيب لي قبله حاجه من اتنين، يا تجيب لي مستقبل، ده في حاله ربطه طبعا المضارع بالمستقبل، او تجيب لي امر، جمله امريه. انا مش فاهم حاجه ولا انا، تعالى ما اقول لك بقى. بص يا بيه، هتقول لي ايه؟ I will eat
my dinner. انا هاكل العشاء بتاعي. هتاكل العشاء بتاعك يا عم وبعدين يا عم. اقول لك ايه؟ after my father comes. ده مضارع بسيط، او مش عايز اقول comes، اقول has come. يبقى انا يمكن استخدام المضارع التام مع الروابط الزمنيه بشرط او عندنا يكون عندنا هنا طبعا مين؟ مع المستقبل او مع الجمله الامريه. وطبعا الجمله الامريه بتبدا بالفعل في المصدر مباشره. هجيب لك عليها مثال بالمره. اقول لك ايه مثلا؟ ايه؟ call your father، يعني اتصل بباباك. واخد بال حضرتك؟ when you has، you بقى مش I، معلش، you when you have arrived. معناه ايه يا معلم؟ يقول لك اتصل ببابا، ده امر، كول فعل في الامر. امتى يا معلم؟ يقول لك when you have arrived، لما انت توصل، لما توصل المكان اللي انت رايحه هتتصل ببابا. فاذا ده زمن مضارع تام مع رابط زمني ربطته مع جمله امريه. يبقى انا عندي موضوع في غايه البساطه بشرط انك تكون انت فاهم كل حاجه من الصغيره للكبيره عند حضرتك في الايه؟ في الزمن ده. كده بالنسبه للمضارع التام وشرح للوحده الاولى للثالثه ثانوي، وشرح للوحده الثانيه عندنا في السنه اولى ثانوي. يعني دي موجوده عندنا في اولى ثانوي، وموجوده عندنا برضه في ايه؟ في ثالثه ثانوي. ده بالنسبه لشرح المضارع التام. لو انت وصلت لحد هنا فانت جامد. اخر حاجه كل المطلوب منك هتعمل شير لزميلك عشان يستفيد. تعرفني ايه اللي وقف معاك في الشرح، ايه اللي انت مش فاهمه محتاج نعمله فيديو لوحده. لو حضرتك عندك اي اراء او اي رغبه، طبعا بيجي لنا اراء كتير جدا 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 مفيده جدا لينا، والاراء دي طبعا بتخص القناه وتخص اللي ممكن نعمله في الفيديوهات الجايه. وان شاء الله معظم الحاجات اللي اتعرضت عليها هنعملها الفتره الجايه من حيث الحل والشرح وما الى ذلك. طبعا منصه، مفيش منصه حاليا، ولكن قدام شويه يبقى عندنا منصه، ولكن هنعتمد على اليوتيوب بشكل كامل. لو عندك اي مشكله واي سؤال هتقدر تقول لنا في التعليقات، وباذن الله هرد عليك في اقرب فرصه واقرب وقت، بحيث ان انا مش هسقعك كتير يعني. ده بالنسبه لايه؟ للشرح. لو عندك اي مشكله هتبلغنا، اعمل شير مع زمايلك، واعمل سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك. السلام عليكم.